تجمعت فاجعل سماها من دم وثراء. أما بعد، معاشر المسلمين وأحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، معاشر من تنغصتم وتنغصنا بتلك الأحداث التي تجري على أرضنا المباركة، الأرض المطهرة من أرجاس النظام البائد المجرم، يقول الحق تبارك وتعالى بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. حالهم كذلك، لن يضرونا إلا أذى وإن يقاتلوننا يولون الأدبار. كما رأينا ونعاين ونشاهد، هم أضعف من أن يجابهوا مجاهدا واحدا. ما زال أهل الإجرام من فلول النظام المجرم يبغون في الأرض فسادا، قد تخطوا كل الحدود والخطوط، وما يفعلونه مع إخواننا المجاهدين من الجيش والأمن أمر لا يسكت عنه أبدا. تمادوا جدا في إجرامهم، وهم الذين قد قتلوا من أهل الشام 1,000,000 ونصف المليون بالبراميل، بالقصف، بالسجون، بالمعتقلات، غرقا في البحار هربا من إجرامهم. أولئك المجرمون لا ينفع معهم إلا لغة النار، إلا لغة النار والحديد، وهم الذين قد غدروا بإخواننا المجاهدين بعد أن أعطوهم العهود والمواثيق والأمن والاستئمان. هم الذين قد عاملهم المجاهدون بأخلاق أهل الجهاد، لم يقتلوا منهم لا امرأة ولا طفلا ولا عجوزا كبيرا، ولم يستبيحوا أرضهم ولا ديارهم، ولم يستبيحوا شبرا ولا شيئا من مالهم، ولكن نزالتهم وخستهم وعجينتهم الفاسدة التي تربوا عليها لعقود طويلة ستؤدي بهم إلى المهالك المحتمة بإذن الله جل جلاله. وهو كذلك، هؤلاء المجرمون لا ينفع معهم إلا الدواء والوصية التي أوصى بها أبو بكر رضي الله عنه قائد المسلمين آنذاك، خالد بن الوليد، حينما أرسل له وصية قال له فيها: جد في أمرك ولا تلن، جد في أمرك ولا تلن، ولا تظفرن بأحد من المشركين نكل بأحد أو قتل أحدا من المسلمين إلا نكلت به. هذه وصية أبي بكر لقائد المسلمين، وهي وصية لكل قادة المسلمين في كل عصر وفي كل حين، وهي من وصايا رسول الله، بل وهي من أمر الله في كتابه. ندتك جبلة فاستجب لنداها، واحرق جسوم الحاقدين، واحرق جسوم الهاتكين حماها. هذه فلول الأرذلين تجمعت، هذه فلول الأرذلين تجمعت فاجعل سماها من دم وثراها. لا تبقي نسل الحاقدين أذقهم طعم المنايا غلظة أدناها. صبحهم بالنار كل دقيقة، لا تترك الغادرين تحت سماها. هذا هو العلاج لمن غدر وخان وقتل الذين يسهرون الليل ويخوضون غمار النهار ليحافظوا على أمن الناس على اختلاف طوائفهم، لا يفرقون بين أحد. أخلاق أهل الجهاد تجلت عليهم، لم يقتلوا امرأة، لم يؤذوا امرأة، لم يقتلوا طفلا، لم يؤذوا طفلا، لم يتعدوا على عجوز كبير من أولئك، ولكن
ولكن عاملوهم بأخلاق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن من شذ ومن غدر ومن طعن في الظهر لا تنفع معه إلا لغة الحديد والنار. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. استغفروا الله.